السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هعمل برام رز معمر فلاحي، يعني زي اخواتنا بتوع الارياف بالظبط. همشي بطريقتهم وجمالة البرام بتاعتهم وجمالة اكلهم. وقبل ما نروح على شرح الفيديو، يلا بينا ايه خطوة خطوة كده مع بعضينا كده ونشوف الفيديو. قبل ما نروح هناك ناخد لايك وناخد تفعيل القناة، ويلا بينا يلا بينا يلا بينا نشوف الجمال ده هيتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب كده تكونوا بخير. النهارده بقى ايه ده بقى ده برام اهو، برام فلاحي. وهنا بتاع كيلو رز كده، مقادير كيلو رز كده اهو زي ما احنا شايفين، غسلاه وبصفيه. وهنا عندي حوالي 3 ارتال لبن، وطبعا ايه زبديه اهي، وطبعا القشطه بتاعت اللبن. كنت مش هتشتري قشطه، في لبن بنجيبه بنشيل الوش ده. اللي احنا النهارده هنعمل بيه ايه؟ رز معمر. اول حاجه احنا بنصفي الرز خالص. يعني ممكن نعمل كل رز على ما انا محضره 3 ارتال لبن، حسب ما ياخد. ممكن ياخد 2.5 طبعا هناك يعني الاخوات العرب بيقولوا ايه الحليب. طبعا ده بيبقى احلى رز معمر ولا يعلى. طبعا رز فلاحي طبعا اكيد. الرز المعمر ده احنا متعلمينه من اخواتنا الارياف، بيعملوه يعني تحفه. اكلته كذا مره عندهم بصراحه تحفه تحفه. طبعا هنا حطينا معلقتين قشطه، حطيت كوب زبادي، طبعا سمنه بلدي. طبعا هو بيبقى جميل جدا بالسمنه البلدي، يعني ما يعناش على السمنه البلدي. طبعا ما عندكيش سمنه بلدي ممكن تحط زبده. هقلب المقادير دي كلها كده ببعض كده زي ما احنا شايفين كده. هقلبهم كده كلهم في بعض، بتبقى سهله خالص يعني. والله بتعمل على طول، انا بعمله وكنت بعمله في ثواني على طول. وهنا برضه عاملاه على القناه عندي على الصينيه. بس انا النهارده قلت ايه، انا عايزه برام فلاحي، يعني انا عايزه برام فلاحي. طبعا الملح حسب ما بتحبيه، نعمل كده كله. عايزه تحط له يعني كميه قليله من الفلفل حطي له، مش عايزه تحطي له حسب رغبتك. بعد كده هنضيف ايه اللبن. طبعا كده هو اخد معايا 3 ارتال حليب او لبن. طبعا بتفضلي ان انت تجيبي اللبن الجاموسي يعني شايفه البرام كده في مكان كتير هون فاضي، بحيث ان الرز لما يستوى ما يبقاش البرام مخنوق. انا حاطه كده كيلو رز على 3 ارتال لبن، على معلقتين سمنه بلدي، كوب زبادي. طبعا القشطه طبعا ما فيش قشطه بتشتريها، في قشطه اللبن اللي انت بتجيبيه وبتحوشيها بتبقى جميله جدا برضو. وكده هنولع الفرن على 180 درجه، وهنحطه. قبل ما نحطه هنولع الشوايه، هنديله وش شوايه في الاول، وبعد كده يبقى تحط تحت على بلاطه الفرن على 180 درجه. وبعد ما يخلص ان شاء الله كده اوريهولكم احلى طبق رز معمر برام، من برام فلاحي، يعني فلاحي 100. احنا متعلمين منهم اصلا. طبعا انت قبل ما بتحط الحاجات دي بيكون طبعا البرام احنا اول ما بنجيبه جديد بنحط فيه الزيت وبندخله جوه الفرن. وبعد قبل ما بنعمله كده بننقعه في الميه بتاع 12 ساعه، وبعد كده بننشفه ونحط فيه زيت ونحطه فوق داخل الفرن. كده البرام ده عايش معايا بقاله بتاع يجي 4-5 سنين دلوقتي. يعني لما تيجي تعملي برام جديد هتنقعيه في الاول 12 ساعه في الميه، وبعد كده هتنشفيه تحط زيت تقوم مدخلاه جوه الفرن، وبعد كده تقوم تطلعيه تسيبيه يبرد وتستعمليه بعد كده عادي. وان شاء الله كده ايه هوريكم البرام اول ما يخلص باذن الله. كده يا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم احلى برام معمر، برام فلاحي. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ شايفين عامل ازاي؟ والله العظيم الريحه بتاعته انا مش هقول لكم عليه. يلا بينا نشوف مع بعض. عايزين كده نطلع ايه، هم هناك بياكلوه بالسمك وبالحاجات دي. احنا هنا بناكله كده لا يكون معمر ايه باللحمه. انا مش عارفه اجيب من تحت اصلا شيء. الله الله، ايه ده؟
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، شايفين من جوه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. كيلو رز وثلاث ترتال لبن، بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين الجمال كده. واقول لكم ايه، اقول لكم ايه، اقول لكم تعالوا اتغدوا معايا. يلا تعالوا اتغدوا معايا، الريحه جباره. لما اسبقكم كده وراح اتغدى.